حياكم الله متابعينا بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج أثر الفراشة. مستمرين معكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ويا رب يكون رمضان خير وبركة وأمن وأمان واستقرار على كل شعبنا العراقي الحبيب من زاخو إلى الفاو ومن البصرة إلى الرمادي. حياكم الله متابعاتنا الجميلات اللطيفات. أكيد اليوم راح نكون معكم أنا وزميلاتي المبدعات. أهلا وسهلا دارين اللامي، رمضان مبارك عليك حبيبتي، رمضان مبارك عليك أيضا وعلى كل متابعاتنا اللي يتابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبرنامج أثر الفراش. أهلا وسهلا، رمضان مبارك عليك حبيبتي، تهاني رمضان كريم عليكم وعلى عوائلكم وجميع المتابعين من براند عباية ستايل. أهلا وسهلا بكم أخواتنا العزيزات. اليوم طبعا راح نتحدث أو نستمر بحديثنا عن براند عباية ستايل وشلون صار وشلون اتطور. طبعا أكيد مثل ما نعرف إحنا، لكن الأخوات ما يعرفون شلون اتطور هذا البراند المشروع. أكيد وهذا المشروع حتى يكون هو أيضا رسالة للأخوات اللي يشاهدونه. بدأ من صفحة على البيج على الفيس، العفو بيج على الفيس. نعم. هي صفحة كانت تروج من قبل إدارة مختصة بهذا المشروع. نعم. وبعدها اتطور إلى محل بشارع الربيعي طبعا. نعم. وبعدها صارت شركة وصار معمل وصارت أيادي عاملة به، وتطور المشروع صار بعدة أفرع ببغداد وببقية المحافظات. كانت لي قصة حقيقة وياهم. كنت أنا أعمل مقدمة برامج، وكنا نودي دعم لوجستي مثلا لإخوتنا المقاتلين. حلو. كانت أيام يعني الحرب مال داعش وهذه الأمور. نعم. فمن كنا نروح، كانت برامجنا هي لذوي الشهداء، نزور ذوي الشهداء وأيضا دعم مجموعة نساء. فكنت انه انا احتاج عبايه محتشمه اكثر، هذه احدى القصص. فتواصلت مع خياطه الله يذكرها بالخير اكثر من مره، فقالت انا عندي لود وعندي خياطه كثيره. فواني دا اتصفح على الفيسبوك، هي دا احكي على قضيه تعارفي بيهم من سنه 2018. فتعرفنا واشتريت اول عبايه، هي كانت العبايه النور عبايه ستايل، منهم اشتريتيها اللي هي انتشرت باغلب مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا. وانت كنتي اول اعلاميه ترتدي عباءه من عبايه ستايل. من عبايه ستايل بالضبط. فبعدين انتقلت الى قناه العهد الثانيه ببرامج، قمت اتعامل وياهم اكثر بالعباءات، اخذ اكثر من عبايه، الى ان تواصلت وياهم قلت لهم اني اريد اوصي عبايه. قالوا ليش ما تجين للمحل مالتنا؟ وين؟ قالوا بغداد جديده. قبلها كان بالربيعي، وبعد فتره من الزمن صار بغداد جديده. قالوا بغداد. نعم. جديده، اي ذاك بالربيعي انغلق. وتمضي الايام والسنين، فصارت عده افرع عندهم. وحديثنا اليوم هو وجه خير عليهم دارين. انتم الخير، انتم الخير والبركه حبيبتي، بيش الخير والبركه. نذكر انه اصلا راس مال هذا المشروع نعم. هو بدا ب $800. نعم. اي صح، $800 فقط. اليوم كم شاب او شاب احنا هنا بما انه عفوا نتكلم عن الطموح، انه ليكون عثرت طموحكم المبلغ المالي. أنا أذكر بإحدى البرامج اللي أنا أقدمها أنه امرأة عراقية خريجة علوم كيمياء، ماكو تعيين، اعتمدت على نفسها، صنعت تركيبات معينة من مواد كيميائية وأنتجت أجود أنواع العطور. ما شاء الله. صار مشروع ناجح وبارز وصار عليه طلب. القصد من هذا الكلام نعم إنه لا تخلون رأس المال هو عائق. حجة. نعم. حتى أنتم ما تبدون بأي مشروع، أنت ابدي وبلش وتوكل على الله، وما كان لله ينمو. نعم. نعم. نعم بالله. مصداقيتهم وجودة الأقمشة واللمسات هي اللي ولدت أكثر من فرع. فعلا. فرع المنصور، فرع البصرة، فرع كربلاء شارع السناتر، فرع بغداد جديدة، وفرع بالحلة. ما شاء الله. نعم. اكو ميزه دارين بعبايه ستايل، انه مشاهدينا نوعيه القماش ما يتعقدش ابدا. ما يتعقدش. يعني اكو نوعيه ترى مشكله. نعم. انه
تستغرق وقت انه انت تكويها وبعدين انه تحافظ عليها. اذا انت رايح مكان بعيد شلون حتحافظ انه ما تتعقدش؟ انه عبايه ستايل من الغساله انه انت تلبسها ما تتعقدش نهائيا. الحديث شيق عن العبايه والانواع الاقمشه والجوده، لكن لا ننسى انه فاطمه تنتظرنا. نعم، اي باحثه اجتماعيه، وايضا قبل الضيفه ايضا فاطمه اليوم شنو محضرت لنا من تنسيقات ويا عبايه لابسه. خلينا نشوف شلونك فاطمه. مرحبا بنات، اليوم طلعتي ويا اكثر عبايه تحبوها وهي العبايه ميك اب، واللي تتميز بهذا السحاب وهذا الموديل. نسقت وياها هاي الربطه الجورجيت، نسقت وياها هاي الجنطه. ان شاء الله تكون طلعتي عجبتكم ويكون العوده بنات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم مرة أخرى مع ضيفة مميزة. حرت شنو أقدمها صراحة. سياسية، كاتبة، شاعرة، إعلامية، مدربة تنمية بشرية، خياطة، عدة أوصاف. ست آمنة الأسدي، حياك الله ست آمنة، ورمضان كريم. الله يحفظكم، حياكم الله، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، وكل عام أنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا إن شاء الله، لرياحين اللي حولي وكل اللي يسمعنا ويشوفنا. اهلا وسهلا بك ست، رمضان مبارك عليك. ان شاء الله جزيلا لكم. حبيبتي ست آمنة، يعني مو غريب انه المرأة العراقية اللي هي معروفة بقوتها نعم وصبرها انه تتمتع بهذه الصفات والمواهب. من بين كل اللي ذكرته وين تلقين نفسك؟ أنا حقيقة أقول إنه الحياة كلها هي عبارة عن ممر. سلام الله على الإمام علي لما قال سلام الله عليه إنما الدنيا هي ممر ليست بدار مقر. هذا الممر يا ترى هذه الرسالة عبارة عن رسالة، هاي الرسالة اللي هي عبارة عن ممر. نعم. يعني نتركها أو نمر عليها هيك مر الكرام بدون ما نترك أثر؟ لا، المفروض نترك أثر. وين ماكو مساحة أنا أقدر أقدم بها نعم. إيمان الإنسان يكون عنده إرادة إنه عنده قادر على العطاء. أنا أقول نعم. إنه اليوم بهذا الرداء نقتحم ساحات الثقافة اللي احنا نتميز بيها. نعم. اولا ثقافتنا اللي تكون مكملة بأمور دينية وعادات وتقاليد نعم. احنا نعتقد بيها وتربينا عليها. نعم. فلا بأس انه هذا الرداء اليوم يحد من الحرية اللي احنا نمارسها او احنا مجال عملنا. نعم. فأشوف اليوم لما ذكرتي جنابك أكثر من صفة تميزتي بها، أنت ملتزمة بردائك الأسود، وهذا أرت الزهراء سلام نعم. الله عليها. فأثر الفراشة، فأينما تحل هذه الفراشة تترك أثر. نعم. وهذا الأثر مصحوب برداء أسود. أحسن. السواد البعض يعتقد هو شيء مظلم، يظلم المرأة، يغيب جمالها، يغيب أو لون شؤم، يعني للأسف البعض ينظر له. بالضبط. وهل تظهر النجوم لولا السواد؟ هل يظهر القمر لولا السواد؟ بالضبط. إذا هذا الرداء هو أرث الزهراء سلام الله عليه. عليه السلام. عاقتش بمسيرتك أو أكثر من مسيرة تحدثتي عنها الآن؟ يمكن لا أقول لكم فد شغلة تستغربون. أنا من النوع اللي يؤمن بقضية خالف تعرف. دخلت الجامعة الوحيدة اللي أنا كنت يعني لا أقول لكم الوحيدة اللي كنت مرتدية العباية ومتمسكة بالعباية، وبعدها تبعا أثري 1 2 3 4 يعني تحولنا احنا تقريبا. كنتي قدوة للبقية. الكل أصبحوا يلبسون عبي وشافوا العباية. تأثروا بيك يعني ست؟ نعم شافوا الأساتذة الدكاترة كانوا يعني مش يعني يحترموني، يعني ينطوني فد وزن معين، وحتى علاقتهم بي كانت لها فد نوع من الاحترام، نوع من الهيبة، نوع من إنه أكو فد خط أحمر خلت هاي العباية بيني وبين حتى الطلبة. ما هو الشيء اللي خلاك تحبين العباية أكثر وتتمسكين بها وتتعلقين بها، ومن يا عمر لبستيها؟ أستاذتنا العزيزة، إحنا أحكامنا شرعية، واجباتنا المفروضة علينا تقول إنه أكو واجب وأكو مستحب. نعم. وحرام. أنا أسألكم سؤال هسه، الستر أنا ما أقول العباية حتى لا أكون يعني لا، إحنا متفقين إنه متفقين اللبس إنه الشرعي عريض
اللي يضم مفاتن المرأة. نعم متفقة وياك. أي شيء عريض ساتر لمفاتن المرأة هو اليوم حجاب إسلامي. وإنما هذا نص نعم قرآني. أحسنتوا. إنه الشرع يقول هذا الشيء. نعم. اللبس الساتر. فأنا هنا أقول لكم إنه الواجب إذا نريد نجي نعرفه هو كل شيء أمرنا الله بفعله وتوعدنا بالعقاب إذا تركنا. طبعا هذه الرسالة جميلة لكل أمهاتنا وخواتنا وبناتنا. إن شاء الله يا رب يكون هذا الكلام مؤثر ببعض الأخوات، وإن شاء الله يكون هذا الحديث مثمر أكيد. إن شاء الله يا رب. وأكيد يا نتشكر الست آمنة على هذه الإطلالة الجميلة وحضورها ويانا. شكرا لك. بالعكس أنا أشكركم إتاحة الفرصة بحديث مهم ومفيد ورسالة. شكرا جزيلا. شكرا لك ست. متابعاتنا الحبيبات، خلينا نروح انا وياكم ونشوف المخرج شنو محضر لنا بهاي الفقره. رجعنا إلى متابعاتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ما شفنا هذه المفاجأة، وكنا نتوقع أنه فقرة تكون عادية لكن طلعت فقرة مهمة، وإن شاء الله هذه الفقرة تظل ويانا طيلة الحلقات. هي قصة عباية، كل أخت من عندها قصة مع العباية. طبعا حقيقة كثير من القصص توصل لبراند عباية ستايل، ونتمنى إن شاء الله كل القصص نعرضها إن شاء الله. إن شاء الله نقدر، لأنه تعرفين الوقت يحكمنا دائما، لكن هي كل قصة أحلى من الثانية. كل قصة هم بها رسالة. وبها رسالة. نعم. رسالة، وكل الرسائل هي مهمة وهادفة وبيها توعية للبنات. نعم يا دارين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج أثر الفراشة. نلتقي بحلقة جديدة وضيفة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.